حاجه اتعلمتها من احمد من غير ما تقول انك اتعلمتها مني. حلوه. فاهم؟ يعني حاجه انت شفتها في احمد كده فلقطتها قلت ايه انا هعمل كده ومش هقول له، بما ان انت طبعا لو هو عايز طحينه انت عايز بابا غنوج فانت بص هتواجهه بيها النهارده. لا بس الصراحه احلى حاجه اتعلمتها من احمد ان هو حتى احمد يعني لما يجي طريقه الارشاد او النصح حلوه بالذات ايه فاهم قصدك. همبل فاهم انت من الجيار يا يخرب ايه خد البرجر برافو حقيقي برافو حقيقي برافو البصل خد الرز في حته تانية. انا كنت بحبه جدا والله مش طريقه ده. ايوه الجيار الصراحه جاي. فكره المساحه هو دايما يعني وانا ده حاجه هو يعني نفسي اورثها عموما وبعملها مع صحابي وبعملها مع نفسي. فكره المساحه في الرشد او العلم او النصح. يعني احمد ما بيجيش يقول لي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا عشان ده بيخلق يعني تابع هيبقى اللي هو بتقلده يعني ميكانيكيه جدا. بس هو بيديني مساحه فلما تخلق مساحه لحد ان هو يتعلم حتى ان انا ابص بس عليه فده بيخليني افكر. فلما افكر يخليني اخد قرار لوحدي ولما اخد قرار لوحدي هعرف اخد انا عواقبه فاتعلم منه فاكبر. فده بالنسبه لي احلى حاجه حصلت ان احمد عمره ما كان عنده الضيقان بتاع اللي هو اعمل كذا واعمل كذا. وبرده مش بشكل يعني يعني مش اللي هو هيسيبني خالص. ما انا برضو لو اعلم حد ازاي يمشي لاول مره مش هرميه هوقفه بس كده. بس مفيش مايكرو مانجمنت بس دخل في دور عمره دخلك في دور قال لك يعني ايه انت حاولت تعلي قوي انا كنت دي تعملها كذا كذا. لا احنا دايما بنساعد بعض ما قبل يعني هو دي حته دايما احب يتفرج عليا واقول له ويسالني يقول لك بجد بيقول لي بجد يعني مش هيطبل لك يقول لي حاجات انا حسيت يعني في مشهد كنت انا حاسه فعلا انا فلان انا في مشهد ضايقني وكل بيقول لي يا ابني حلو 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 وانت كممثل ساعات بتبقى لا يجي لي انا بقى فجي لحسن قول له حسن قول لي الحقيقه يقول لي من غير ما تقول زياده والله يقول لي زياده فاقول له صح انا عارف ويقول له زياده في ايه يقول لي في ده بقول له يا اسطى ده اللي انا حاسه بالظبط. ايوه بالظبط بس دي حاجه حلوه ما شاء الله ان توفى عشان طب قول لي حاجه نفسك تغيرها في احمد. نفسي تغيرها في احمد نفسي تغيرها فيا انا وهو حاجه انا احمد مش جامد حاجه واحده احدهم لا ربنا يمسيه بالخير والله. انا هو نومنا خفيف اصلا فدي دايما مشكله بتواجهنا ان هو ساعات ممكن بجد نومنا خفيف اللي هو يعني بص كده انا ممكن اصحى ما تهزرش. لا يعني قرف بصحى يعني بعد ما الكلب يهوهو نص ساعه قرف. لا يقولوا لي انا استحاله يعني انا وهو مؤخرا جبنا حاجات الودن دي عشان سبحان الله كله دلوقتي بيوضب شققه والله العظيم مصر كلها نفسي اغير القانون عامل بتاع من 9 ل 6 من 9 ل 6 ده يبقى من 3 لاي حاجه يعني مش يا جدعان احنا بنموت. لا بنموت ايه انا مش عارف انا 3 شقق عندنا في عايشين مع العماره بعض دلوقتي مؤخرا عايشين مع بعض في 3 شقق في العماره عندنا ايه بيوضبوا اللي فوقينا وبعديها اللي على شمالنا لا وبعديها رحت بيت عند كل الناس يعني ببات عند صاحبي في جاردن سيتي نفس الحاجه قمت رايح بايت راجع الدقي برضه نفس الحاجه مصر كلها بتوضب فانا مش عارف انام بقالي اسبوع. تعالوا هنا بقى والله انت بص لفهمنا لا يا باشا انا تمام كل طيب